صباح الخير. شكرا لكم وتحياتي لمشاهديكم. أنا موجود كمنظمة أثرية ديمقراطية في دمشق وليس كوفد مسيحي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نحن وفدنا كمنظمة أثرية ديمقراطية لم نجتمع مع الإدارة الجديدة. ربما البعض فهم أن أحد أعضاء المنظمة الأثرية الديمقراطية جاء ضمن وفد من الجالية السورية في الولايات المتحدة ويمثل منظمات الجالية هناك. كان فيها أحد رفاقنا والتقى مع الإدارة الجديدة، لكننا كمنظمة أثورية ديمقراطية لم نجتمع مع الإدارة الجديدة. لا، في الحقيقة نحن في هذه المرحلة ندعو إلى الحوار بين جميع القوى. لغاية اليوم نرى أن تركيز الإدارة الجديدة ينصب على آه، الاجتماعات مع البعثات الدبلوماسية أو ممثلي الدول الخارجية، وأيضا على الاجتماع مع السوريين في الخارج. يبدو أن الإدارة الجديدة ليست مهتمة كثيرا في الاجتماع مع القوى السورية في الداخل، لكن نعتقد أن الحوار ضروري في هذه المرحلة ما بين المكونات السياسية والقومية الموجودة في سوريا مع الإدارة الجديدة من أجل تبادل الافكار ووجهات النظر حول كيفيه الدخول في المرحله الانتقاليه وفق اسس صحيحه من شانها ان تؤدي الى نتائج تلبي تطلعات السوريين في هذه المرحله. في الحقيقة اجتمعنا من ضمن هيئة التفاوض والائتلاف مع البعثة الأممية أو فريق السيد جير بيترسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا. أيضا اجتمعنا مع وفد من البرلمان الأوروبي، كذلك مع البعثة الدنماركية الموجودة هنا. وأمس كان لنا لقاء مع السفير القطري في دمشق، وكان لقاء هاما وإيجابيا. في الحقيقة نحن كمنظمة أثرية ديمقراطية ندعو إلى ضرورة الاعتراف بالوجود والهوية القومية للسريان الآشوريين، وإقرار ذلك دستوريا وضمان كافة حقوقهم، واعتبار لغتهم السريانية لغة وطنية وأيضا لغة رسمية ثانية إلى جانب العربية والكردية في المناطق التي يشكلون كثافة سكانية فيها. أما على الصعيد الوطني فندعو لقيام دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية تقوم على أسس العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية والشراكة الكاملة بين كل مكونات الشعب السوري من عرب وكرد وسريان آشوريين وتركمان وغيرهم. كذلك ندعو أيضا إلى ضرورة الدعم والمساندة الأممية والعربية لسوريا في مرحلة الانتقال من منظومة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي حديث، خصوصا وأن سوريا تحتاج إلى مثل هذه المساعدة بسبب أنها هناك دمار هائل وهناك تدهور في الخدمات ونقص في الاحتياجات الإنسانية. كما ندعو أيضا إلى استمرار الدعم وفق القرار 2254 والذي أقر أيضا في اجتماع العقبة 14 كانون الأول، لأننا نعتقد بأن خارطة الحل مدرجة في مثل هذا القرار حتى يتم صياغة دستور تشارك فيه كل المكونات، وأيضا إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة تحت إشراف الأمم المتحدة. في الحقيقة في الحق في الحقيقة نحن منفتحون على كل أشكال الدولة المركزية بما في ذلك الفيدرالية، لكن خلال السنوات الماضية جرت شيطنة هذا المفهوم من قبل العديد من الأطراف. لكن نعتقد أن اللامركزية في مرحلة لاحقة يجب أن يتوافق السوريون على حدود هذه الدولة ونطاق اللامركزية الذي سيتبناه السوريون وسيتم إقراره في الدستور. نحن لا تهمنا كثيرا التسمية، يهمنا المضمون.
الذي يحقق المشاركة السياسية والتمثيل السياسي الصحيح، كما يحقق التنمية المستدامة لكافة المناطق السورية. في الحقيقة التصريحات التي تصدر عن الإدارة الجديدة، الحكومة تصريف الأعمال، آه، تتحدث عن دولة مركزية، لكن السلوك على الأرض على سبيل المثال الأفكار المطروحة بما يخص توحيد الجيش نرى أنها تنحو باتجاه اللامركزية. لكن ليس هذا مطلبنا فقط، وإنما هو مطلب شريحة واسعة من السوريين، خصوصا أن سوريا في المرحلة الماضية عاشت مرحلة من مناطق النفوذ، وتنامت لدى الكثير من الأطراف السورية والمحافظات السورية النزعة باتجاه اللامركزية، خصوصا وأنهم عانوا من المركزية الشديدة التي فرضها النظام السابق، والتي جرت على سوريا الكثير من الخراب والويلات. هناك المجلس الوطني الكردي أيضا، القوى الموجودة في هيئة التفاوض، القوى السياسية المنضوية، وكذلك في الائتلاف، كلهم كانوا يتحدثون عن شكل من أشكال اللامركزية الإدارية. وكذلك هناك قوى عربية وقوى درزية وغيرها تطالب بشكل من أشكال اللامركزية، والذي يترك دورا وهامشا كبيرا من المشاركة للمناطق أو المحافظات. يعني على صعيد الخروقات، أريد أن أنوه وأقول بأن كانت هذه الانتهاكات في الحدود الأدنى، رغم أن الآشوريين والمسيحيين عموما فرحوا بسقوط النظام السابق، لكنهم في الحقيقة لديهم قلق ومخاوف من بعض الانتهاكات التي حصلت، وأيضا من الخلفية الإيديولوجية للجهة التي سيطرت على الحكم في سوريا والمتمثلة بهيئة تحرير الشام. حصلت بعض الانتهاكات في بعض البلدات والمدن السورية، خصوصا في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، لكنها تراجعت. ومن خلال لقاءاتنا مع قوى موجودة على الساحة تعبر لنا عن مخاوفها، وأعتقد أن رؤساء الكنائس عبروا عن جزء من هذه المخاوف سواء في بياناتهم أو تصريحاتهم الإعلامية. نأمل أن تتوقف هذه الانتهاكات ليس فقط بحق المسيحيين، وإنما بحق كل السوريين من كل المكونات. نأمل أن يتم ذلك بأسرع وقت، وعدم إحالة الموضوع إلى حالات فردية، ونأمل أن لا يتحول ذلك إلى أسلوب ممنهج من بعض الأطراف المتشددة. أريد أن أصحح، نحن بالتوازي مع الحوار الكردي الذي انطلق منذ حوالي 5 سنوات، نحن بادرنا بأنفسنا وليس بمساعدة الأمريكان. بادرنا إلى إطلاق حوار، وتم الوصول إلى تفاهمات ما بين المنظمة الآثورية الديمقراطية وحزب الاتحاد السرياني. أيضا شكلنا لجنة تنسيق للأحزاب السريانية الآشورية الموجودة في سوريا. ومؤخرا بعد سقوط نظام بشار الأسد وقعنا بيانا مشتركا تضمن رؤيتنا ومطالبنا في سوريا الجديدة. نحن نأمل ونشجع اخوتنا الكرد، سواء في احزاب في المجلس الوطني الكردي او احزاب الوحده الوطنيه الكرديه، الى الحوار، الى اجراء حوارات معمقه وتفاهمات من شانها ان توحد الصف الكردي في هذه المرحله، وايضا اطلاق حوارات ما بين كافه المكونات المجتمعيه في مناطق شمال وشرق سوريا.